من الخيرات العظام. من تعرض لنفحات هذا الشهر الكريم حتما يفوز في دنياه وفي آخرته. ومن هذا المنطلق علينا عباد الله أن نهيئ أنفسنا لهذا الشهر المبارك، فنقول للمقصرين: قفوا مكانكم. أيها المقصر، ومن منا لم يقصر في حق الله؟ يا من ترك الصلاة، فرصتك أمامك لتعيد جدولك وتطلب من الله الرحمة والغفران. يا من تهاون في صلاة الجماعة، يا من قطع الأرحام، يا من أكل أموال الناس ظلما، يا من اغتاب الناس، يا من عاق والديه، يا من نظر إلى الناس بنظرة الكبرياء، يا من سخر الجوارح في معصية الله، يا من هجر القرآن، يا من ترك ذكر الله كثيرا، يا من ابتعد عن الله. ها هو الله يعطيك فرصة أخرى. كم من أناس كانوا بين أظهرنا كانوا يتمنون بلوغ هذا الشهر المبارك، حال بينهم وبين بلوغ هذا الشهر الكريم ريب المنون، فهم تحت التراب قد توسدوا بالثرى، ونحن لا ندري من منا سيصوم هذا الشهر ومن منا سيدرك رمضانا آخر.